السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي فن الطبخ. لو أول مرة تشوفيني أنا منى أحمد، ما تبخليش عليا بلايك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. النهاردة بإذن الله هنعمل العدس بالشعرية على طريقتي وجميل جدا وبيدفي في الشتاء، جربيه وإن شاء الله هيعجبك. معايا هنا ربع كيلو عدس أصفر أنا غسلاه ومصفيه كويس، ودي جزرتين متوسطين أنا قشرتهم وقطعتهم بالشكل ده، ودي بصلاية متوسطة، وديت 4 فصوص توم. وانا هنا مش هقطعها، انا حاطاه سليم عشان كده بعد ما الحاجات دي كلها تغلي هضطر ان انا هضربها بالهاند بلندر، او ممكن تعمليها في الخلاط عادي. لو انتي ما عندكيش السليم ممكن تحطي معلقه كبيره مفروم. ودي 2 طماطم انا قشرتهم عشان خاطر يسهلوا عليا ما اضطرش ان انا اصفي العدس بعد ما اسويه. ودي التوابل اللي هنضيفها على العدس، بس قبل ما نطفي عليه كده ب5 دقايق. معلقه كبيره بابريكا، معلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، معلقه كبيره كزبره ناشفه، والملح طبعا على حسب ما انتي هتظبطيه، ونص معلقة شطة حسب الرغبة، ومعلقة كمون صغيرة، ومعلقة فلفل صغيرة، ودي معلقة كركم. والكركم هنا انا حطاه عشان هيعلي القيمة الغذائية بتاعة العدس. والبابريكا هنا بتدي لون حلو للعدس مع الجزر طبعا والطماطم. والفلفل الاسمر والشطة ممكن تستبدليهم لو عايزة تحطي قرن فلفل حراق. انا هنا طبعا هسوي العدس كل الحاجات المكونات كلها ني في ني. هضيف الجزر والبصل والثوم والطماطم، وهضيف عليهم العدس، وهحط عليهم مية مغلية من الكتل، وهشغل عليهم النار يغلوا. بعد كده هبتدي ان انا اوطي عليه ويستوي بقى على نار هادية. هحط المكونات كلها واحط عليهم المية المغلية وارجع لكم تاني. عقبال بقى ما العدس هيغلي وهيستوي هنحضر معلقتين سمنة عشان نحمر الشعرية. دي 3 معالق شعرية كبار. انا طبعا بسوي الشعرية لوحدها، ما بسويهاش مع العدس عشان دي طريقة افضل. لو انتي حابة ان انتي تسويها مع العدس بعد ما يستوي تضربيه في الخلاط، وهتحمري الشعرية في سمنة زي ما انا هحمرها كده، وهتحطيها على العدس تستوي معاه. بس انا بصراحة الطريقة دي مش بفضلها عشان خاطر بيلزق في الحلة من تحت وبتعجن وبتبقى مش حلوة، فالطريقة دي احسن. انتي شوفي انتي حابة ايه واعمليه. انا هنا هحمرها واخليها تاخد لون ذهبي غامق، وبعد كده هنزل عليها بالمية السخنة، بس مش هحط كتير، يعني هحط شوية شوية، هحط شوية صغيرين تستوي، ولو احتاجت تاني هحط، عشان خاطر انا مش عايزاها تبقى شوربة، انا عايزاها يا دوبك بس المية على قد ما الشعرية هتستوي. مش عايزة مية كتير، على قدها يا دوبك بس ان هي تبقى ناشفة خالص، مستوية وناشفة من المية. انا هنا خلصت وحمرتها بالشكل ده، خدت لون ذهبي غامق، وحطيت شوية مية صغيرين، ما حطيتش كتير. هسيبها تغلي وتستوي، ولو احتاجت ميه شويه ميه كمان هضيف عليها، بس اهم حاجه تكون ميه سخنه ما تكونش ميه بارده. معلش انا نسيت اقولك ان العدس ما بتضيفيش عليه ميه كتير، انتي بس بتحطي الميه المغليه بتغطي الوش كده بتاع الخضار والعدس، وانتي لو حسيتي ان هو نشف قوي واحتاج ممكن تضيفي نص كوبايه او ربع كوبايه. هنا الشعريه كانت خلاص، الميه اللي انا كنت حطاها شربتها، كانت تقريبا يعني بتاع ربع كوبايه ميه. حطيت ربع كوبايه تاني عشان خاطر تكمل بقية السوا بتاعها. هنا خلاص شربت المية كلها بالشكل ده، مبقاش فيها مية خالص. وهنا على فكرة انا مش مسويها برضو السوا اللي هو مهرية جدا، لا، انا سايبة فيها برضو سنة عشان خاطر لما تنزل في العدس بعد ما اضربه للهاند بلندر، يعني اسيبها 5 دقايق كمان تتطعم كده بالعدس، وبعد كده خلاص هطفي عليه. وده العدس خلاص كده استوى. انتي طبعا مش هتطفي على العدس غير لما تتأكدي ان كل الخضار اللي فيه استوى، عشان خاطر ما يبقاش ني وتحسي بطعمه وانتي بتاكليه، لازم يكون استوى خالص واتهرى كده. انا خلاص طفيت عليه. هتضربيه بقى في الخلاط او بالهاند بلندر. هو انا بحب العدس يبقى تقيل عشان باكله بالعيش، لو انتي حابه يبقى شوربه ممكن تخففيه شويه عن ده. هتضربيه كويس قوي زي ما انتي شايفه كده وتنعميه، متخليش اي اثر للخضار. هضيف بقى عليه الشعريه، هولع عليه النار 5 دقايق بس كده يتطعم بالشعرية، والشعرية تفك شوية عشان طبعا السمنة خلتها مسكت في بعضها. وبعد كده هغرفه بقى في طبق التقديم واوريهولكم. انا خلاص كده غرفته. لو جربتيه بقى وعجبك ما تنسينيش في التعليقات
تكتبي لي ان انت عملتيه وقولي لي عجبك ولا لا. وده زيتون انا مخللاه عندي في البيت. يا سلام بقى تاكلي جنبيه بصل مقطع اخضر وقرن فلفل كده حراق. والف هنا على قلبكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.